الشامي ولانا. اليوم راح نتكلم هل في بيناتهم علاقة جد، وشو الفيديوهات اللي قاعد تطلع وكل الاشي، وبنهاية الفيديو راح اعطيكم رأيي الشخصي هل في علاقة او لا. فلهيك قبل ما نبدا الفيديو بتمنى من الكل يا اخوان ينزل يحط لايك جد يا اخوان. يعني الفيديو الماضي ما شاء الله جاي مشاهدات كويسة بس فيش حدا حط لايك. طب حطوا لايك، انزل اكبس لايك، ما حتأثر عليك والله ما تأثر عليك. اكبس لايك واشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتي الحلوة. يعني للمعلومية أنا لا بتهمني لا الشامي ولا لا أنا بتهمني يعني إنه هي كاشي، بس إنه بشكل عام قصدي كعلاقة ما بتهمني. الفيديو منزل من 3 أسابيع، عنوان الفيديو دليل علاقة الشامي ولانا. هذا الدليل القاطع، خلينا نشوف. أوكي. إعادة نشر لفيديو لانا برفقها عملت بالشامي بيوم ميلادها، عملت أجواء مليانة ألعاب نارية واحتفال ضخم، وأحد المتابعين صمم فيديو من نفس الأجواء وأضاف لمسة بروبوزل كأنها رسالة مباشرة إلها وللشامي وعلى أغنية الشامي كمان. والمفاجأة إنه لانا عملت إعادة نشر للفيديو بدون أي تعليق. هالخطوة خلت المتابعين أوكي لحد الآن أول فيديو جيني بروبوزل، بس بحس إنه ما بدري، ممكن تصميم إنه عجب لانا. لحد الآن بنقول النسبة 50%، تمام؟ نسبة 50% إنه في بيناتهم علاقة لحد الآن. أوكي. في عندنا فيديو منتشر للانا اللي هو مواصفات فارس احلام. مواصفات فارس احلام انه لما امشي جنبه يحسوا اني ماشي جنب زلمه. اوكي. يكون طويل. يقول لك هون الشامي راح يعتزل بعد ما سمع صوت لانا ولين. خلينا نشوف هذا الفيديو. دقيقة يا اخوان، هذا انس الشايب، هذا كيف قاعدين كلهم هيك مع بعض يا اخوان. الشامي يعترف بحبه للانا. الله خلينا نشوف. وانه كل الاتهامات اللي انكبت علي بهذا الشهر طلعت صحيحة. انا كنت عم حاول انكر قدر الامكان، بس صار لازم اخبركم. بعرف حجم الاغلاط اللي عملتها انا كتير كبيرة بالحياة، بس هذا اكبر غلط كان بحياتي وانا عملته. دقيقة، هو غلط انه حب لانا؟ كتير اشياء بس مثقبة الاوزون كنت عم حاول اتهرب منه. الشامي يلتقي في لانا. الله، حسيتها تأخرت في الطبخة. ناديت عبود، نادت ايش؟ ناديت عبود يساعدها. طبعا في اخوان الفيديو مركب. الشامي عم يقلد حركات لانا. يعني هو الشامي ما لقاش يقلد غير هاي الحركة. لانا تعايد الشامي بعد الافطار. الله، تعايد الفنان الشامي بعيد الفطر. هذه كانت تعليقات الجمهور بعد في عمل ريبوست كان على أغنية الفنان الشامي الجديدة، والتي كانت تحمل عنوان باسمك بيغنوا الناس. اعتبر الجمهور إنه هذا دليل كتير قوي على ارتباط لانا محمد هسه هو اوكي حلو، ثواني. هسه هو يعتبر دليل، تمام، بس دليل على ارتباط الشامي لا، ما دخلش ترى. عادي يمكن تكون عامله ريبوست على فيديو عجبها. ثانيا ما دخل دليل كامل على انه ارتباط، لا عادي ممكن يكون ارتباط. لا ممكن يكون انه يعني فيديو عجبها. مع هيك ترتفع النسبة عندنا ل 60%. اوكي تمام. هون بيقول لك الشامي صدمهم، بتحبني بس خايفة من اهلها. الشامي يفاجئهم في شهر رمضان ويعلن عن ارتباطه بها. الله، الشامي يفاجئهم في تاريخ رمضان، يعلن عن ارتباطه فيها. خلينا نشوف. بلش هذا الفيديو مع قمر الطائي. دقيقة، هو ارتبط بقمر الطائي. شو دخل قمر الطائي؟ بعد أن قامت وأزالت الإكستنشن ورجعت. زالت ايش؟ زالت الاكستنشن. شو الاكستنشن هذا؟ بالأمس شو دخل هذا بالعلاقة؟ ولبست حجاب. لبست حجاب. طب انا ايش دخلني بقمر الطائي لبست حجاب ولا شالت الاكستنشن وابصر شو؟ طلعت هاي صفيحة اخبار، اشياء اخبار محمد. فكما يعرف الجميع هناك إشاعات حب على هذا الثنائي، لكن لحد هلا ما بنعرف هل هذه الإشاعات طب انت بتقولي بداية الفيديو انه اعلن عن ارتباطها، بعدين بتقولي ما بنعرف لحد الان. خبر كالتالي انه الفنان الشامي اليوم قام بعمل ريبوست لهذا التصميم الذي كان يقول: ما في احلى من البنت يلي بتحب. لا اخر شيء، ما في احلى من بنت بتحب شخص بس خايفة وخجلانة تحكي معه كرمال. طب ما دخلش، ترى عادي يمكن يكون بنت ثانية. طب وصلنا لنهاية الفيديو. شوفوا يا اخوان، انا بالنسبة لي بحس ما في علاقة بيناتهم. انتوا اكتبوا لي رايكم تحت التعليقات، لانه بصراحة بحس لو في علاقة بيناتهم كان بينت من قبل. والشامي ربطوه من قبل مع كثير بنات، منهم قمر الطائي، وقمر الطائي
وقمر الطائي. ولانا ربطوها يا اخوان مع من قبل مثلا مع انس الشايب، مع نورمار، مع الشامي، مع الشامي. حاب احكي لكم شغله يا اخوان من لكم ما بتخص الفيديو، تمام؟ يا اخوان بتمنى من الكل يا اخوان ينزل يحط لايك ويشترك في القناه، هاي مش يعني هاي شيء اكيد. ثاني شيء يا اخوان، اللي عنده افكار حلوه يكتب لي تحت بالتعليقات اني انا اصور عليها، لانه بصراحه انا محتاج لافكاركم. قناتي لسه جديده، ما بعرف شو الفيديوهات اللي انتم بتحبوها، فبتمنى من الكل يا اخوان اللي بيحب فكره فيديو يكتب لي تحت بالتعليقات شو فكره الفيديو، لانه هذا الفيديو ترى مش انا اللي صورته من فكرتي، هذا احد المتابعين طلب مني انا اصور هذا الفيديو لاول مره، طبعا حبيت اني انا اصور هذا الفيديو وبس. بشوفكم بفيديو جديد، سلام.